الكرام، اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونشكر الزميله بسنت حسن على هذا الجهد الرائع. بنتمنى ان شاء الله يكون استوديو ثقافه متابع لكافه المهرجانات والمنتديات الموجوده في الوطن العربي. عايز اقول لحضراتكم الكلام اللي سمعناه في خلال اللقاء كلام مريح جدا. احنا بنرتاح لما بنسمع ان الوطن العربي كله بيتآلف مع بعضه. دائما الوطن العربي في قلب مصر ومصر في قلب الوطن العربي. سقف الحريات ده متفق الجميع ان هو ما بقاش موجود تقريبا في سيل من الحريه، بس اعتقد ان الحريه المسؤوله هي واجب وضمير كل اعلامي، كل صحفي، كل كاتب. ده كان يعني منتدى الاعلام العربي اللي اعدته الزميله العزيزه بسنت حسن، وهيكون ايضا لقائنا الان مع استاذنا الاستاذ حمدي ابو جليل. مساء الخير يا فندم، واهلا بيك في استوديو الثقافه. مساء الخير يا استاذ حمدي، ومنورنا، وكنا سعداء لما التقينا بيك في منتدى الاعلام العربي. وانا يا رب يعني الساده المشاهدين يكونوا راضيين عن التغطيه اللي هنستكملها باذن الله في الاسبوع المقبل، وهتكون في حلقه اخرى ايضا عن فعاليات المنتدى وجائزه الصحافه العربيه في دبي، ويا رب تكونوا استفدتوا من هذه التغطيه الخاصه. والاستاذ حمدي ابو جليل برضو منورنا على شاشه المصريه، وكنت منور دبي كلها. والحقيقه مشاهدينا يعني انا عايزه افتن لكم على سر الاستاذ حمدي ابو جليل. كل ما كنا بنفتقده بين جلسه او ورشه عمل ونبحث عنه، يقولوا ان هو هائم على وجهه في الطرقات بيتجول في شوارع دبي. واحنا قلنا في بدايه الحلقه استاذ حمدي وانت مش موجود ان انت صاحب كتاب القاهره حكايات وشوارع. ماذا عن حكايات وشوارع مدينه دبي؟ والله انا يعني فوجئت بدبي وحبيت. كانت اول مره تزورها؟ انا كانت اول مره ازورها. زرت بلاد في الخليج ما كانش دبي، زرت حتى داخل الامارات، يعني رحت الشارقه وابو ظبي. وخدت جايزه قبل كده اظن؟ خدت جايزه الابداع العربي من الشارقه. مريت على المول بتاع دبي قبل كده، لكن ما عشتش فيها، ما شفتهاش المره دي، رغم ان انا سامع انها بلد متحرر، بلد، لكن هي فعلا فيها حاجه جميله جدا، هي توفير الظروف من حيث الامن، من حيث لعيش ليتعايش الناس من كافه الجنسيات. يعني ضيفك قال في التقرير اللي هو، انا على فكره التقرير ده قعدني لايام المنتدى مره اخرى. نعم. قال ان هم 190 جنسيه. انا بقول ان هو ما فيش جنسيه على وجه الارض، وما فيش لغه على وجه الارض مش موجوده في دبي. الشارع كله كلمه الشارع دي بين قوسين، لان انا كنت بنزل في الشوارع في هذا الحر لان في حر وفيه يعني هم ثقافه الشوارع. وان كنت طلعت انا بره، يعني من اصرار اني انا اشوف شارع واشوف ناس، طلعت بره في حته مش عارف اسمها الفوجيره، اسمها مدينه اخرى؟ لا هي تابعه دبي، بس زي ما تقولي ضاحيه دبي ربما، أو على الخليج. نعم. فيها شارع، هو ده الشارع اللي بتكلم عنه، ان هو ملخص لدبي. جميع الجنسيات، جميع اللغات، بازيائهم، بلبسهم المتحرر والبسيط والمحافظ، ومحدش بيبص للتاني، ومحدش واخد باله من حد، والناس عايشه وبتعمل وبتشتغل وبتتبسط، وسايبين بعض في حالهم، محدش بيتدخل في شأن الآخر. المترو انا صحيح ما فيش طبعا، ده يعني ملاحظتي انا على المدينه، اني ما شفتش مواطنين. شفت هذه الظروف المهيئه لعيش او تعايش كل جنسيات العالم سواء المواطنين. انا بررت الموضوع ده، المواطنين ممكن مواطنين بين قوسين، يعني انت ممكن تلاقي مواطنين لكن مش مندمجين في هذه الظروف المتوفره. ممكن يكونوا منقبضين، مستغربين، محافظين. لكن انا المدينه دي انا قلت ان اجمل ما في هذه المدينه هو الشيخ. كنت خايف اكتب الكلام ده على الفيسبوك لحسن يقول لك ده واخد منه حاجه، انا عايزه، يعني انا عايز يديني، يعني انا ما يقولوش وخلاص يا اما اخد يا اما ما يقولوش. لكن اجمل ما في هذا الشيخ المتحرر اللي مش شاغل نفسه بقفزات سياسيه على المستوى الخارجي زي بعض جيرانه، اللي هو ادخال مثلا قطر في معمعه مضحكه حتى لو فيها حققت مكاسب يعني، لكن ده بيشتغل على قد المدينه بتاعته وامكانياتها، وفعلا بصدد نحولها الى واحه للحريه في المنطقه العربيه كلها، للعالم اجمع. صحيح، للعالم من الامريكي الكلاس للفلبيني اللي بيشتغل والكل في تعايش وفي عداله اجتماعيه، متدفقين في الشارع، تشوفيهم في المترو، تشوفيهم في الشارع اللي انا بقول لك عليه ده، ومتعايشين
تماما يعني بكل حريه وبيعمل اللي هو عايزه بدون بعض مضايقة. البعض. طيب لمست مطالب الثوره هناك؟ عيش، حريه، عداله اجتماعيه، لمست هناك الثلاثه دول؟ الناس كلها بتاكل كويس وعايشه كويس، عندها حريه، في عداله اجتماعيه؟ والله انا موضوع الثوره هناك انا ما خطرش على بالي، لان انا بتكلم عن مطالب الثوره. هو الثوره قامت ليه؟ علشان مطالب، مش الثوره مش هدف في حد ذاته، انت تثور من اجل مطالب. ايوه، ما هو مطلب مثلا العيش ده خاص باجواء غير، يعني هم كله رايح هناك يسعى للعيش برضه. صحيح. لكن لما يكون العيش والحياه يعني انا فكرتني يعني انا كان عندي اسطوره اوروبا. لما رحت دبي قلت هذه الاسطوره، طبعا مش زي اوروبا، وتقدر تقول ان يعني لو كنا صرحاء هي مش مدينه قوي، لكن هو مكان مهيأ لعيش الناس بكل حريه وبكل حب وكرامه. ايضا. طبعا يعني في تقدم، بيبقى في كرامه في كل ده. طيب احنا عايزين بقى بالمقارنه بين شوارع دبي نيجي لشوارع القاهره، وانت ليك زي ما قالت بسنت كتاب عنوان القاهره شعار وحكايات. نعم. احنا دايما لما بنمشي في شوارع القاهره خاصه في وسط البلد بيجي لنا كده حاله، يعني مش هنقول عليها، يعني بيجي لنا بيلتبسنا كده التاريخ طول ما احنا ماشيين، ونتذكر مين اللي مشي هنا وهذه البنايات بتعبر عن ايه. احساسك بشوارع القاهره ايه؟ والله انا اقول لك يعني في الملخص، انا القاهره دي مريت بيها معاها بتجربه الريفي. اللي هو يجي ينزل في ميدان رمسيس ينقبض ويخاف ويحرص على حاجاته واحنا، لكن انا عندي من البدو عندنا يقول لك مرادي نتدردح ونزور. انا افسر لك الحكايه دي. مرادي نتدردح ونزور بلاد الحريه والنور. الله. مرادي نتدردح التاني باين. بلاد الحريه يعني انا اتمنى انزل وازور بلاد الحريه والنور. مرادي اتدردح وادور. مرادي نتدردح ونزور. مرادي نتدردح ونزور يعني رغبتي انا. ايوه رغبتي. مرادي نتدردح ونزور بلاد الحريه والنور. طب القاهره ما زالت بلاد الحريه والنور يا استاذ حمدي؟ القاهرة طول عمرها بلاد الحرية والنور، يا رب. حتى لو هيمن عليها يعني ما فيش خوف من حاجة بالنسبة اللي حضرتك بتلمح عليه ده. أنا أعتقد الجماعة اللي احنا خايفين دول اللي هو هيمنوا وقهروا شعوب كتيرة في المنطقة، جاءوا أخيرا للشعب الذي لا يرحم ولا يزر. لا يقهر الشعب المصري. الشعب المصري، الشعب السني، ويقدس قبر الحسين. ده عنده اسلامه الخاص، اسلامه النموذج المصري، اسلامه اللي هو ستتكسر على صخرته اي تطرف واي استبداد حتى لو كان بيده الحكم. استاذ حمدي، انا يعني ملاحظ في شخصيتك ان انت تجمع ما بين بساطه الرجل الاتي من الريف وايضا حضاريه الرجل القاهري. المزيج دوت ازاي قدرت تجمع بينه وتفضل يفضل معاك طول هذه السنين؟ هي الرحله مع القاهره، انا قلت لك لما جيت هنا انقبضت الانقباضه بتاع الريف وحرصت على حاجاتي وبقيت منعزل. وكنت كاتب انا في مقدمه الكتاب ان السفر كان زي ما بيقول الحديث قطعه من جهنم داخل مصر، داخل القاهره يعني. واسمها مصر ده مش صدفه، لان القاهره هي مركز الكون في مصر. يعني هي مش مجرد عاصمه، هي الكون كله. كل الحاجات مرتبطه بيها. فحصل الانقباض ده، وبعدين بعد شويه تحس انها مدينه مرحبه، العباد محتضنه احتضانا، يعني تحتضنك كما انت. يعني انت لو ما عملتش المشاكل وسلمت نفسك ليها، احيانا البعض بيبرر ده بسنوات الاحتلال الطويله، ان اللي جاي هو اللي معاه السلطه. لكن انا اعتقد هي سنوات الاستقرار الطويله. حينما تستقر بتعلى حاجات الانسانيه، حاجات الانسان اللي هو يعيش مع الانسان. يعني احنا عندنا بالبدو مثلا لو رحت انت سوبر ماركت وجبت مثلا باكو بسكوت، اديته الجنيه وادالك باكو بسكوت، فتقول له شكرا، يقول لك شنو شكرا؟ انت اعطيتني الفلوس وانا اعطيتك هنا الدرجه الراقيه، درجه الانسان الراقي المتحضر اللي هو يقول لك حضرتك. احيانا تبقى مبالغه والبعض يفهمها انها نوع من النفاق، هي مش كده خالص. ده نوع من التحضر والرقي. صحيح. ان الكلام يبقى ناعم، انه يحتد الناس في كل مكان،
وتلاقيهم برضه بيقولوا حضرتك وسيادتك. ده نوع من الرقي اللي هو ناتج للاستقرار القديم لهذه البلد، اللي لن تؤثر فيه حاجه، يعني لن يؤثر فيه اي افكار ارهابيه او ظلاميه او كلها انتهت. طيب استاذ حمدي، يسمع من بقك ربنا طبعا، ونعود لموضوع منتدى الاعلام العربي اللي انت حضرته. يعني تحدثت وكنا نتمنى الوقت يطول اكتر عن مدينه دبي، لكن بالنسبه للاعلام، الاعلام كان ليه محورين مشاهدين زي ما قلنا، وعنوان المنتدى كان الانكشاف والتحول، الاعلام العربي الانكشاف والتحول. كان في شقين مرتبطين ببعض ناقشهم المنتدى. دور الاعلام في الثورات العربيه والعكس، ماذا فعلت الثورات العربية في إعادة بنية وهيكلة ومحتوى ما يقدم في الإعلام؟ تأثير والتأثر رصدته إزاي يا أستاذ حمدي؟ أنا اللي عجبني طبعا أنا عجبني في المنتدى هذا المحفل، يعني والرغبة في جمع أشتات الإعلام العربي والعالمي. والعالمي في 3 أيام في مكان واحد، في إدارة دقيقة منظمة، خدمة ممتازة. تقرير نظرة ده أنا كنت بتابعه قبل ما أروح هذا جهد بحثي مهم، لكن أنا عجبني جدا أنهم اتجهوا لإعلام المستقبل. أنا أراه الإعلام الحالي، لكن هو في المستقبل سيسود، اللي هو إيه؟ زوال سيادة المؤسسة الإعلامية، حتى مؤسسة القناة، إنه بقى الإعلام اللي هو التواصل الاجتماعي ده الإعلام الفردي، أنت في ذاتك مؤسسة، وهذا الإعلام تفوق على المؤسسات. يعني أنت لو قست هذه القضية اللي شغلت الشعب المصري والسعودي والعربي عموما بتاع المحامي اللي انتصر فيها وهيمن عليها ووجهها هو الإعلام الفردي. لاحظ انت المؤسسات الإعلامية اللي تملكها مصر وتملكها السعودية أيضا، وحاولت من جانبها انها تعمل حاجة، ما عملتش حاجة. طب قصد حضرتك يعني هيمن هذا الإعلام الفردي بغض النظر عن المثل اللي أنا جايبه، أنا بقول المستقبل للإعلام الفردي. طب تقصد بالفردي الإعلام البديل أو الموازي أو العالم الافتراضي؟ يعني تقصد جمهورية تويتر الافتراضية، تقصد جمهورية الفيسبوك، يعني هو ده قصدك بالإعلام الفردي؟ هو ده جزئين منه. الإعلام الفردي هو إعلام الشخص مع ذاته، مع نفسه. يعني هو مش مجرد تويتر والفيسبوك. انت دلوقتي ممكن تعملي قناة على اليوتيوب، تسجلي انت نفسك بالموبايل دي هي الثورة الحقيقية، واللي هتحرر الإعلام من معوقه الأزلي، ان يكون في مؤسسة لها توجه. وعلى فكرة بالمناسبة أنا عايز أوجه انتقاد مش للمنتدى، للندوة التي أقامتها قناة العربية في المنتدى. هي كانت احتفالية لقناة العربية بالفعل. نعم. لا، هي كانت محاولة لإدخال المنتدى بضيوفه كلهم، بإمكانياته، بإعلام المسلط عليه في معركة العربية مع سوريا. يعني عشان بس ما نذكرش اسماء قنوات. طيب اخر سؤال يا استاذ حمدي بالنسبه لي، ما هي كانت في المنتدى. صحيح، مظبوط. طيب اخر سؤال بالنسبه لي، يعني هي ماده من المنتدى. صحيح يا فندم، صحيح. هل الربيع العربي هينسحب على الاعلام العربي معنا؟ اما آن الاوان يعني للربيع الاعلام للشباب؟ يعني زي ما شفنا الربيع العربي للشباب في مجال السياسه، الربيع الاعلامي العربي هيكون للشباب؟ انا شايف انه حاصل. يعني انت الصوره المصريه ما تقدريش تطلع منها الفيسبوك. انا شخصيا نزلت 25 يناير بموعد على الفيسبوك، بدعوه على الفيسبوك، بصفحه. يعني انت ده باين. شوف انت اليوتيوب دلوقتي هتلاقي، وفي ده احيانا يعني زي باسم يوسف مثلا خرج من هذا الاعلام على المؤسسه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني احيانا بيبقى مغري وجماهيري اكتر من هذه المؤسسه اللي وراها. طب ممكن الشباب يوصلوا للمؤسسه نفسها يا استاذ حمدي؟ ما هو انا اعتقد ان بعد شويه مش هيحتاج المؤسسه دي، لان هو يبقى عنده الامكانيات البسيطه المتاحه لاي واحد على وجه الارض. صحيح. يعني الموبايل واللابتوب دول هيوصلوا لاي حد، وهم وصلوا فعلا. وهو دلوقتي يعني مثلا العائق المادي، العائق اي عائق المؤسسي او العائق المؤسسي، العائق الانتشار، عائق الاعلام.
يعني يعني الاعلام انك انت توصلوا له، انت ممكن دلوقتي توصل في قلب الاعلام من خلال الموبايل او من خلال وكلها وسائل مطروحه في الاسواق كلها موجوده. الا ان انا عايز اقول ان الاعلام ليس حكرا على الشباب بس، هي بصمت، انما هو مفتوح لكل الناس. ياخد بس فرصه اكبر زي ما انت خدت فرصه كده وانا خدت فرصه. لسه شباب احنا. ايوه بالظبط. كل مجالات الحياه مفتوحه امام الجميع. المجتهد هو صاحب هذا النصيب. وايضا نتمنى لكل التوفيق. بسنت حسن عملت لنا تقرير من منتدى الاعلام العربي من عاصمه التسوق كما قالت عليها اوبرا وينفري في احد برامجها الاعلاميه الامريكيه. اصبحت دبي هي عاصمه التسوق في العالم. مشاهدينا الكرام بنتمنى ان شاء الله ان احنا نلقاكم في حلقه جديده من استوديو الثقافه. انتظرونا يوم الاثنين الجاي. وشكر جزيل للزميله بسنت حسن والاستاذ حمدي ابو جليل. انا بشكرك يا وائل وبنشكر الاستاذ حمدي. وهي مش بس عاصمه التسوق زي ما بيعتقد البعض، هي طبعا هي عاصمه للتسوق لكن عاصمه للثقافه وللحضاره وللتعايش وبقت كوزموبوليتان كده. يعني كنا بنحلم بالنموذج دوله اناء الحقيقه في هذه المدينه ومش بنتملقها، لكن معانا يعني شاهد كان موجود هو الاستاذ حمدي ابو جليل. والاسبوع المقبل مشاهدينا هنستكمل حديثنا مره اخرى ايضا عن منتدى الاعلام العربي، وهنشوف جائزه الصحافه العربيه وتوزيع الجوائز لتشجيع شباب الاعلاميين والاعلاميين في المطلق في العالم العربي كله. بنشكركم مشاهدينا شكرا جزيلا، وانتظرونا في الاسبوع المقبل وحلقه جديده من استوديو الثقافه.